السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. حطيت يا جماعة هنا، عملت 9 كوبايات دقيق، حطيت عليهم نص معلقة ملح. بصوا يا جماعة، بالكوباية دي كده حطيت 9 كوبايات، يعني دول عاملين حوالي كيلو ونص، لان الكيلو 6 كوبايات من دي. حللتهم كويس او نخلتهم كويس وحطيتهم في الطبق ده. انا هستخدم يعني هاخد هو الكيلو بياخد حوالي 400 جرام ميه. يعني هاخد 3 كوبايات الاول. انا حاطه 9 كوبايات، هاخد 3 كوبايات الاول وهملى كوبايه جنبي. يعني الدقيق بيحتاج ميه حسب نوع الدقيق، كل دقيق بيحتاج نسبه الميه حسب نوعه. هلم الميه ديت الدقيق يعني بالميه واعجنه كويس. اشرب يعني الدقيق في الميه كده، ولما يحتاج مني احط ميه تاني. ممكن تشيلي حبه دقيق جنبك كده علشان لو احتجت دقيق، يعني كترت الميه واحتجت دقيق. حطي الميه حبه بحبه صغيرين علشان ما تحتاجيش دقيق، وممكن ما يكونش عندك دقيق فيعني يبقى كده يعني الوضع صعب انها تتعالج الا بدقيق جديد. لكن لو الميه ناقصه مش مشكله، يعني هنجيب ميه ونحط تاني. هنلم العجينه دي كلها واشربها الدقيق، ولو احتاجت ميه هحط لها. الفطير يا جماعه لازم يتعجن كويس جدا جدا، لازم العجينه بتاعته تبقى عجينه طريه ومعجونه ملتوته كويس جدا يعني. انا هحط دي الكوبايه الرابعه، خدت منها حبه الميه دول. تقريبا كميه الدقيق ديت اخدت مني كوبايه 3 كوبايات ونص ميه. بردك يا جماعه باكد ان هي حسب نوع الدقيق، بتحتاج ميه حسب نوع الدقيق. ما احطش الميه كلها قدامي كده واقعد اعجن، لا، حبه بحبه. هلم العجينه اقعد اعجن فيها يعني كويس جدا. يعني دلوقتي انا ما حطيتش على الدقيق ده الا ملح بس، نص معلقه صغيره ملح. هقعد اعجنها كويس، يعني المها كويس. لو انت عندك عجان تعجني فيه عادي، يعني ياخد حوالي 10 دقايق في العجان. برضك انا هقعد اعجنه حوالي، يعني اقعد يعني اعجنه، بنقول احنا بنقعد الت فيه كده حوالي ربع ساعه، عبال ما يبقى معايا عنده عرق كده وجميل. يعني نسبة الجلوتين اللي فيه هتطلع هي اللي هتعمل العرق ده. لازم يبقى فيه عرق كبير كده، تقعدي تمط فيها كده، تبقى عجينة مطاطة كده علشان تستحمل معاكي الفرد اللي هو الفطير. بصوا يا جماعة اهي، تبصوا بسم الله ما شاء الله العجينة جميلة ازاي. اعجنها كويس. دي انا بلمها كده، انا خلصت عجينها كده انا بلمها وبس. الطبق نضيف اهوت ما فيهوش حاجه. واخدت حبه ميه على ايدي كده عشان الم بيه العجينه كده، وهسيبها ترتاح شويه وبعدين اقطعها. بس كده هسيبها ترتاح، اغطيها بكيسه ولا باي حاجه واسيبها ترتاح شويه. بصوا يا جماعه العجينه عامله ازاي، بوريها لكم. ان بصوا يا جماعه المطاطه ازاي، يعني فيها عرق جامد، تستحمل ان هي مثلا تتفرد في الفطير. عجينة الفطير دي يا جماعة ممكن تعملوا منها الرقاق الناشف. الرقاق الناشف اللي هو اللي بنقول عليه الرقاق المغطس ده، اللي بنعمله باللحمة المفرومة وكده، ده بنعمل بيه بردك نفس العجينة دي، بنعمل بيها الرقاق الناشف. وبردك ممكن نعمل بيه العيش السوري، نحط لها حبة سكر ونعمل بيها العيش السوري. انا ما حطيتش على العجينه دي سكر يا جماعه، حطيت عليها بس نص معلقه ملح. غطيه كده بالكيسه كده واسيبه يرتاح شويه بس. اقطعه دلوقتي قدام حضراتكم، اقطعه كور صغيره كده. هسيبه يرتاح كده حوالي 10 دقايق بس. هي العجينه حلوه وهتبقى مساعده معايا ان شاء الله انه يطلع فطير حلو. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا كده قلت اي حاجه خاصه بالعجينه، قلت ان انا حطيت الدقيق، حطيت الميه على حسب ما احتاج الدقيق، وراعي ان كل نوع من انواع الدقيق ليه كميه ميه معينه.
اهي يا جماعه، بصوا انا ريحتها واهي، بسم الله ما شاء الله طريه وجميله اهي. حطيت حبه السمن دمت اللي على الجنب دول علشان ابل ايدي منهم واقطع اقطع العجينه. اه، هبل ايدي كده واقطع العجينه عشان تبقى سهله معايا في التقطيع. انا هقطعها يا جماعه مش كبيره زي ما كنا بنعملها زمان، انا هقطعها كور صغيره. قدام حضراتكم زي كرة الرقاق كده، كأني بعمل رقاق، هقطعها كور صغيرة خالص. الحجم ده. ممكن كمان لو انت ممكن تقطعيها، لو المكان اللي انت بتفردي فيه صغير ممكن تقطعي بردك بالطريقة ديت اقل من الحجم ده. هتقطعي كل العجينة بقى بالحجم ده. بصوا يا جماعة العرق اللي فيها بسم الله ما شاء الله جامد. زمان كنا بنعمل الواحدة كبيرة قوي كده ونفردها على الطبلية ونشدها من جميع الجوانب كده ونلف كده وندور حوالين الطبلية. مرة ان شاء الله هبقى اعملها مع حضراتكم بالطريقة التانية دي، لكن انا استسهلت الطريقه ديت، بتنجز وبتعمل بسرعه. وحقيقي يعني يا جماعه هي طريقه سهله مش بتاخد وقت ولا مجهود. الفرد سهل وهي طريقه سهله جدا يعني، وهتشوفوها ولو جربتوها هتعرفوا. انا حطيت يا جماعه سمنه بلدي وحطيت عليها حته سمنه يعني عاديه ومعلقتين 2 زيت بس اهي يا جماعه. بصوا يا جماعه الجمال. وريحتها شويه واشتغل بها على طول. هي بصوا يا جماعه الفرد يعني اخدت من السمنه اللي موجوده في الطبق ودهنت بيه انا بفرد على الطبليه عادي يا جماعه. الفطير عاوز طبليه. بصوا يا جماعه ماشيه معايا بسهوله ازاي، لا محتاجه مبينه ولا نشابه ولا اي حاجه خالص. بصوا يا جماعه سهله جدا، طريقه الفرد بتاعتها سهله جدا. يعني يا دوبك حطي حبه سمنه على الطبليه وهي طبعا موجوده في السمن، تاخدي السمن اللي من الطبق وتحطيها. السمن اللي موجود ده يا جماعه مش كتير، يعني هو مناسب للكميه دي. يعني انا عارفه ان هو مناسب للكميه دي، حتى لو اتبقى مني حاجه مش هرميها، يعني هستخدمها في اي حاجه تانية. بصوا يا جماعه ما بستخدمش اي حاجه، ايدي بس بالراحه يا جماعه، مش بتك عليها جامد، انا بفرد كده ماشيه عليها بالراحه خالص. مش بدعكها، لا ماشيه عليها فرد بالراحه خالص. بصوا يا جماعه الطبليه من خفيتها، الطبليه باينه، الخشب بتاعها باين منها هي. وكمان هشد الحته دي دلوقتي وهتبقى يعني تبقى جميله جدا يعني وخفيفه ومورقه. انت بقى بتتحكمي في عدد الطبقات اللي عندك بعدد الوحدات اللي بتحطيها فوق بعضيها. اهي انا هلمها كده كأنك بتلم الفطيرة العادية يعني. اهي عادي كده كأنك بتلم فطيرة عادية جدا. وتحطي دي على جنب وتجيبي واحدة تانية بردك تفرديها بنفس الطريقة. تدهني سمن بردك تحت بس ما تكتريش عشان ما تتقطعش منك. لو انت كترتي سمن تحت هتتقطع منك. لو لابسه بقى خاتم او دبله او حاجه فانت ممكن تقلعيها علشان ما تقطعهاش برضك. اهو بصوا بالراحه كده، مشي بيها بالراحه خالص خالص بكل سهوله ماشيه. الكميه ديت يا جماعه عملت معايا 3 فطيرات واحده. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال، بصوا خفيفه ازاي. بصوا تشديها بقى براحتك، معجونه كويس واخده راحتها ومرتاحه كويس وكده. فانت بقى تشديها براحتك وتعملي فيها اللي انت عايزاه. تجيبي التانية بقى اهي وتلمي بقى عليها واحده واحده كده، لمي عليها بقى الفطيره. هتعملي كله بالطريقه دي. طبقيها كده على بعض وتشدي براحتك بقى، شديها كده وافردي براحتك. كل ما شديتي كده وعملتي طبقات بقت احسن. وتحطي ايدك في السمن وتطبقيها وتشيليها بردك، وتجيبي واحده غيرها تفردي بردك بنفس الطريقه. مش محتاجه تحطي تاني على الطبليه لا سمن ولا زيت ولا اي حاجه خالص، كده تمام. بصوا ماشيه معاكي عادي خالص.
اهي. افرديها كويس انت، بس طول ما انت بتفرديها كويس وبالراحة هتعمل معاكي طبقات كويسة. عدد الطبقات اللي انت عايزاه، طبقات هتبقى كويسة ورقيقة وحلوة جدا يعني. الكمية دي كنت بقول لحضراتكم ان الكمية دي عملت معايا صينية كبيرة وصينيتين كمان صغيرين، يعني واحدتين صغيرين. افردي بقى براحتك زي ما انت عايزة، يعني ممكن تفردي كمان اكبر من كده، اكبر من اللي انا بفردها. بصي بسم الله ما شاء الله جميلة ازاي. حطي بردك ديت ولمي عليها بقى، لمي عليها الكبيرة كده، طبقيهم على بعض كده زي الظرف. انت عايزة تشديها بردك، لو ممكن تشدي اللي انت بتحطيها دي بردك شديها بردك، ما تتهنيش سمن تاني. هو السمن اللي احنا مبططين بيه وحاطينه ده كفاية. لو مش لازم يا جماعة سمن بلدي كله، يعني هو الفطير بيحب السمن البلدي يعني، بس مش لازم. ممكن حتة سمنة بلدي على حتة سمنة عادية على حبة زيت شوية صغيرين. لو انتي طبعا مش مالكيش في السمن ومثلا تعبانة كده، ممكن تعملي بزيت ذرة، جميل بردك. بزيت ذرة بيبقى مورق وطري وحلو بردك. وممكن تحطي عليه حبة وش لبن كده. لو انت عايزة تعملي بردك ما فيش سمنة بلدي وعايزة تعمليها بالسمنة البلدي وعندك وش لبن، بتكوني مقررة من قبلها ان انت تشيلي وش اللبن دوت وتحطيه على النار، تعمليه شوية كده زي الزبدة بايدك، هيعمل زي الزبدة، وتيجي حطاه على النار. مرة هعمله مع حضراتكم ان شاء الله. هتاخدي منه سمنة بلدي على حبة سمنة عادية وكده، وهيبقى تعملوا منه فطير. يعني ما تعجزيش نفسك في حاجة، كل حاجة تتدبر يعني ان شاء الله. اهو تلميها تاني اهيت، ديت كده تعمل واحدة صغيرة، لكن انا عايزة ديت الكبيرة، اعملها واحدة كبيرة. بصي شدي بقى العجينة وحطيها زي ما انت عايزة. دام العجينة سهلة معاكي ومعمولة كويس ما تقلقيش منها. انا بفرد مع حضراتكم كذا واحدة عشان يعني اوريكم ان هي سهلة، ما هي صعبة يعني، ومش عايزة مجهود ولا اي حاجة. بتبقي مبسوطة كده وانتي عمالة تعملي الفطير ده. وبعدين دي كمية بسيطة يعني، ان شاء الله يعني لو انت عاوزة تعملي ان شاء الله نص كيلو ولا كيلو 2 كيلو، زي ما انت عايزة 3 كيلو اللي انت عايزاهم بقى بالطريقة ديت، مش هيقعدوا معاكي حاجة. يعني انا مثلا دول كيلو ونص، ما قعدوش معايا في الفرد بتاعهم ده، ما قعدوش معايا مثلا قولي تلت ساعة نص ساعة. وتطيبه في البوتاجاز، انا طيبته عادي في البوتاجاز. شغلت البوتاجاز من فوق ومن تحت على اعلى درجة، وبعدين طفيت الشعلة من فوق، الشواية من فوق، وسبته من تحت على اعلى درجة لحد ما عمل لون من تحت، وبعدين جيت مولعة عليه من فوق. بصوا يا جماعة اهي. تعملي بقى لو اتقطعت منك وانت بتفردها يعني مش مشكلة، يعني عادي وارد يعني. بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا بقى الكبيرة قد ايه يا جماعة. انت تتحكمي عدد اللي هما الفطاير الصغيرة دي، هو اللي يعني بيخليكي تتحكمي في حجمها، يعني زي ما انت عايزة حجمها يعني. بسم الله ما شاء الله. هي حجمها كبير وتبقى حلوة. دي كبيرة قوي، كانت جميلة جدا دي. بسم الله ما شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين يا جماعة. لو وصلتوا لحد هنا تنسوش تعملوا لي اعجاب بالقناة واشتراك. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا يا جماعة فردها حلو ازاي يا جماعة، يعني اولها زي اخرها، يعني مش اول واحدة ما كانتش بتتفرد والتانية بقت بتتفرد او حاجة، لا انا ريحت كله مع بعضه. بسم الله ما شاء الله. كلهم جمال في فردهم، يعني مفيش حاجة يعني باظت او حاجة يعني. والقطع ده حاجة عادية يعني انها تتقطع، كل ما رقت اكتر كل ما ممكن تتقطع منك اهيا. افكركم تاني يا جماعه بالمقادير الدقيق اللي انا العجين هو العجينه الفطير دي.
انا حطيت 9 كوبايات دقيق، حوالي كيلو ونص، وحطيت عليهم نص معلقه صغيره ملح. ما حطيتش لا بودر ولا خميره ولا اي حاجه. بس كده، وعجنتهم كويس جدا وريحتهم حوالي 10 دقايق، وبعدين قطعتهم وحطيت عليهم سمن دافي كده مش سخن يا جماعه، يدوبك فاكك كده، وركنتهم بردك حوالي 10 دقايق. لو انت عايزه تسيبيها مثلا هتعملي حاجه في البيت مثلا قيمه ساعه نص ساعه كده، ممكن تسيبيها نص ساعة او ساعة، وبعدين تيجي تفرديها عادي، يعني بتلاقيها بتتفرد جميلة كل ما ارتاحت يعني اهيت. وبس يعني كده، وبططتهم واحدة واحدة، وهحطهم في الصينية اللي على قد انتي ما تكتري عدد الرقاقات الصغيرين بيفرد معاكي. بص انا عملتهم كلهم اهمت في ديت الصغيرة دي، خدت حوالي 8 من الكور الصغيرة، العجين الصغيرة دي خدت 8 او 7، يعني 7 من الصغيرين دي. اما الكبيرة فخدت حوالي 12 او 13 واحدة. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة بتتفرد بسرعة ازاي، وبردك لما تكوريها كده وتحطيها هنا تريحيها شوية. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، اما ترتاح بتتفرد معاكي بردك هنا، تريحيها بردك لما تكوريها كلها على بعضيها، كام طبقة على بعضيها تكوريها كده على بعضيها، وبعدين تريحيها، يعني تلميها كأنك بتقرصيها او كأنك بتكوريها كده، وتريحيها شوية بس كده. وادي الكبيرة بردك اهيت. بصوا يا جماعة الكبيرة طبعا حجمها اكبر. بصوا انا بلمها ازاي، بلمها كده وبعدين افردها. اهي المها وبعدين افردها كده بالراحه كده، بتتفرد مني بكل سهوله. بصوا يا جماعه سهله جدا دي يا جماعه الفطيره الكبيره. قلت لحضراتكم ان هي واخده مني حوالي 13 واحده من الصغيرين دولت، او 12 من الصغيرين، وهبططها عادي، سبتها ترتاح شويه وهفردها. هفردها ملو الصينيه. انت شوفي انت عايزاها تخينه، لو انت عايزه عدد طبقاتها كتير ما تمليش بيها الصينيه اهي يا جماعه. بصوا، واحط عليها بقى وش لبن، عندك قشطه حطي، ما عندكيش حطي حته سمنه كده في الاخر وافرديها بس كده. الفرن يا جماعه قلت ان انا مشغلاه قبلها بربع ساعه على اعلى درجه حراره، مشغلاه من فوق ومن تحت علشان يسخن جامد. وبعدين هحط فيه اللي هي الفطير ديت ترتاح 5 دقايق بس، واجي حطاها، يعني اول واحده هي اللي هحطها الاول يعني. بس عندك بقى وش لبن حطي، عندك حته سمنه حطي، اكرميه، يعني الفطير ده يحب الكرم يعني. بسم الله ما شاء الله. هي عندي حته صغيره كده حطيتها وخلاص، يعني بسم الله ما شاء الله حلوه، يعني هم اولادك اللي هياكلوها. بسم الله ما شاء الله حلوه هي. بططيها بقى، افرديها كده كويس وحطي. لو انت عايزاها ما توسعش عن كده خلاص كفايه كده، ما تبططهاش قوي، ما تمليش بيها الصينيه. لو انت حاسه انها صغيره، هي دي انا حاسه انها صغيره فمش هامله بيها الصينيه اهي يا جماعه. بصوا بتغلي اهيت في الفرن، ودي الكبيره اهي، والقعر بتاعها من تحت دوت. بسم الله ما شاء الله جميله هي. ولو عجبكم الفيديو يعني هتمنى انكم تجربوها، واكلنا معاها جبنه قديمه وعسل عليه طحينه. بسم الله ما شاء الله جميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.